السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر. والمتأمل لهاتين السورتين يجد بينهما ترابطا عجيبا جدا يستحق التأمل. ففي هاتين السورتين ذكر الله سبحانه وتعالى تنزيل القرآن وخلق الإنسان وابتلاءه والصبر والسلوان وإدخاله الجنان وإلى غير ذلك مما تجدونه في سورتين عظيمتين من القرآن العظيم. وأما ذكر تنزيل القرآن ففي قوله تعالى في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وأما ذكر تنزيل القرآن في سورة الإنسان ففي قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأما خلق الإنسان في سورة السجدة ففي قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأما ذكر خلق الإنسان في سورة الإنسان ففي أولها في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأما ابتلاءه والصبر ففي سورة السجدة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الابتلاء في سورة الإنسان ففي قوله تعالى في الآية التي ذكرناها من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكذلك ذكر الصبر في سورة الإنسان بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كذلك الصبر مذكور إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأما ذكر إدخال الإنسان للجنان ففي سورة السجدة في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم